دائما بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. السادة الحضور، الحفل الكريم، اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما نرحب بمعالي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وكذلك التحية موصولة إلى الدكتور أحمد أنور العدل نائب محافظ الدقهلية. كما نرحب بالسادة قيادات وزارة الشباب والرياضة، وكذلك التحية موصولة إلى السادة النواب، ونرحب بالدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية. كما نرحب أيضا بالقوى الشبابية لمحافظة الدقهلية. السادة الحضور، الحفل الكريم، نلتقي اليوم في هذا اللقاء الوطني المهم الذي يجمع بين القيادة والمسؤولية والطموح والطاقة، لقاء يجسد رؤية الدولة المصرية. الآن مع كلمة دكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية. معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التي تهدأ فيها الحركة نحو التطوير والعمل، ويتمثل القوى الشبابية بمحافظة الدقهلية في كيانات: كيان شباب بحري، كيان سند شباب الدلتا، اتحاد طلاب تحيا مصر، المصريون الشباب، صناع الفرص، الاتحاد الشبابي لدعم مصر، الشباب بناة المستقبل، إرادة شباب مصر، الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، الجبهة الدبلوماسية المصرية، متطوعي وزارة الشباب والرياضة الYLY، اتحاد بشبابها، برلمان طلايع وشباب وشيوخ. ولم يقتصر دور القوى الشبابية بالدقهلية على العمل باستقلالية لكل كيان بمفرده، بل كانت هناك شراكات بين الكيانات تعكس روح التعاون والعمل الجماعي، والذي حرص معالي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على تجميعهم والعمل معهم، وكان لهم أكثر من مبادرة، وآخرها مبادرة المنصورة جميلة بشبابها. معالي الوزير، السادة الحضور، في ظل توجيهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الرؤية الطموحة لوزارة الشباب والرياضة بقيادة معاليكم، شهدت محافظة الدقهلية طفرة حقيقية في مجال تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية، تمثلت في رفع كفاءة مراكز الشباب وتحديث المباني الإدارية، إنشاء ملاعب جديدة مطابقة للمواصفات تتيح ممارسة الرياضة في بيئة آمنة وحديثة، تطوير حمامات السباحة بعدد من الأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب. كل هذا الدعم دعم وزارة الشباب والرياضة ورؤية سيادتكم الاستثمارية، وضمن خطة متكاملة تستهدف استدامة التطوير وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية. لكن الإنجاز لم يكن فقط في الحجر والمباني، بل في الإنسان والشباب، حيث تم تنفيذ عشرات من البرامج والمبادرات، واللي احنا دلوقتي هنشوف مع حضراتكم ونستعرض على سبيل المثال فيديو مجمع للقوى الشبابية بالمحافظة ومقدم ومعد من الشباب. استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، أعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم العالية، اجعلوهم سباقين
لا تابعين. سلحوهم بخبرتكم وبإيمانكم بهم. لا تتركوهم فريسة لمن يغتر بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية. املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له. افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم. الفيديو لابننا محمد، وكان عنده امتحانات، وهو بالرغم من كده جمع كل اخواته في كل الكيانات وعمل لنا الفيديو المتميز ده. فكما كان نتائج الاستثمارات اللي تم تحقيقها بمديريه الشباب والرياضه بمحافظه الدقهليه والدعم الوالد للمديريه من وزاره الشباب والرياضه، فكان لنا حظ الحمد لله في خطه مركزيه بلغت 138 مليون جنيه، وخطه محليه ب 5,150,000 جنيه، وخطه استثماريه ب 5,500,000. كما كان نتيجه الاستثمار وطبقا لتوجيهات معاليكم باجمالي مبلغ 575 مليون جنيه 575,946,245 مقسمه الى مراكز شباب ب 68,480,000 وانديه ب 289,199,000 جنيه. كل هذا معالي الوزير تم بموجب تعاون وعمل جماعي لفريق عمل مديريه الشباب والرياضه بمحافظه الدقهليه. ونوعد حضرتك ومعالي المحافظ باستكمال ان شاء الله العمل بنفس القوه والحماس، وبشكر حضرتك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا معالي الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية. معالي الوزير، معالي المحافظ، ما بين الأمس واليوم فرق لا يروى بل يرى، وتحول لا يقال بل يشهد، من أرض أرهقها التقصير إلى ملعب ينبض بالحياة، من تراك غابت عنه الخطى إلى مضمار يفتح ذراعيه للعدائين والأبطال. نستعرض مع حضراتكم هذا الفيديو وهو ليس مجرد عرض، بل هي شهادة ميلاد جديدة لاستاد المنصورة، رحلة من الظل إلى النور. فشاهدوا معنا كيف يصنع الإنجاز وكيف تكتب فصول جديدة من الأمل في قلب محافظة الدقهلية. نستعرض مع حضراتكم فيديو عن استاد المنصورة يوثق الرحلة ما قبل التطوير وما بعد التطوير.
النهارده احنا موجودين داخل استاد المنصوره الرياضي بمحافظه الدقهليه، وان شاء الله كده بانتظار افتتاح الاستاد بحضور معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي هو طارق مرزوق محافظ الدقهليه. زي ما شايفين كده احنا على ارضيه الاستاد على ارض الواقع، مشروع دعم كامل من وزاره الشباب والرياضه بتكلفه اجماليه 17 مليون جنيه تحت اشراف طبعا استشاري كليه الهندسه جامعه المنصوره بمحافظه الدقهليه. وشايفين كده مع بعض طبعا رفع كفاءه كامله لارضيه الاستاد مع التراك، وده لاول مره داخل المحافظه. وتم كمان اعتماد التراك الخاص بالاستاد من الاتحاد المصري لالعاب القوى ان شاء الله، عشان يكون في المرحله القادمه مسابقات عربيه ودوليه تقام على ارض محافظه الدقهليه. طبعا الاستشاري قام بدور كبير جدا، احنا رفعنا مستوى الارضيه والتراك من الصفر لغايه ما وصلت لدرجه تتعدى 100%. شايفين طبعا الاستاد معانا دي مرحله اولى بتكلفه من وزاره الشباب والرياضه ودعم منها، ومن خلال حضراتكم طبعا بنشكر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على دعمه ودعم كمان الدوله المصريه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما احنا شايفين كده في اطار تطوير المنشآت على مستوى الدوله بشكل كبير متمثله في وزاره الشباب والرياضه، وغير كمان المتابعه المستمره اليوميه والاسبوعيه من سياده اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه اللي مشي معانا في المرحله خطوه بخطوه من اول ازاله الارضيه السابقه مع شبكه الري والصرف اللي كانت موجوده الارضيه وتم تغييرها بالكامل لارضيه التراك اللي كانت بشكل يعني سيء جدا، وتم طبعا رفع كفاءتها او انشائها بشكل كامل من اول وجديد. احنا النهارده موجودين بنحتفل بافتتاح المرحله الاولى بوجود كل شبابنا في محافظه الدقهليه، شباب وفتيات المحافظه ان شاء الله يكون لهم حظ في اقامه المباريات لاكبر الانديه اللي موجودين معانا زي نادي المنصوره ونادي بني عبيد ونادي شربين، مش عايزه انسى حد، كل الانديه الرياضيه اللي كانت منتظره يعني باشتياق كبير جدا لافتتاح المرحله الاولى، وان شاء الله يكون في مرحله ثانيه باذن الله للمقصوره والمدرجات للدرجه الثانيه والدرجه الثالثه باذن الله. طبعا انا بشكر الدكتور اشرف صبحي وبشكر اللواء طارق مرزوق على اهتمامهم يعني الكبير جدا وحرصهم الشديد ان يتم الانجاز ده في وقت قياسي جدا اللي ما كانش موجود من اكثر من 20 عام سابقه لمحافظه الدقهليه، ده لاول مره. وباسم كل شباب الدقهليه وكل الانديه الرياضيه ومراكز الشباب احنا كمان بنشكرهم. دي رساله موجهه منهم ان انا يعني اوجهها لمعالي الوزير ومعالي المحافظ، لكن النهارده الحمد لله على ارض الواقع وجود يعني ملعب قانوني متميز وتراك معتمد من الاتحاد المصري لالعاب القوى، ده مفخره لمحافظه الدقهليه. ان شاء الله قادم يكون افضل وافضل باذن الله، وفي انتظار ان شاء الله مع ايادي الدقهليه وشباب الدقهليه المرحله الثانيه باذن الله في اقرب وقت نكون موجودين برضه على ارض الاستاد ان شاء الله في افتتاحها بوجود معالي الوزير ومعالي المحافظ. بشكر حضراتكم جدا. تمت عملية التطوير بطرح مركزي من وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والإدارة المركزية للتطوير والاستثمار ومتابعة وإشراف إدارة المنشآت الرياضية بالدقهلية دكتور محمود عبهادي مدير عام المنشآت الرياضية واستشاري مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة دكتور محمود الشهامي. سادة الحضور، نجتمع اليوم لنفتح حوارا صريحا نطرح فيه الأفكار ونناقش التحديات ونبحث معا عن حلول واقعية تترجم إلى برامج وخطط قابلة للتنفيذ، لأن الشباب ليسوا فقط وقود التنمية بل هم أيضا شركاء في القرار. وتمتلك محافظة الدقهلية العراقة والعلم والريادة وشبابا واعيا نأمل أن يكون منبرا للإلهام ومحركا للتميز وبداية لمزيد من العمل المشترك. الآن مع كلمة معالي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
الله الرحمن الرحيم. بالغ الاعتزاز والتقدير والاحترام لمعالي الدكتور أشرف صبحي، الصديق الغالي الوفي الوطني المخلص، لحضوره وتشريفه محافظة الدقهلية اللي أنا بعتز بهذه الزيارة وليها مكانة خاصة في قلبي، ويمكن هي اتأخرت شوية، وسيادته بإذن الله هيعوضنا عن الفترة اللي فاتت بزيارات متعددة لسببين. محافظة الدقهلية تستحق كل تقدير، والسبب الثاني علاقة الخصوصية اللي بيني وبين سيادته تسمح لي إن أنا أطمع في زيارات متعددة. والسبب الأهم من ده كله الشباب الجميل المحترم، شباب الدقهلية اللي أنا حاسس إن أنا في ظهري سد منيع. والله 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 بيكوا انتوا سد منيع فعلا. وهم والله مع الدكتور الشباب ده نزل معايا يكبس في الشارع. الشباب ده أول ما ابتديت عشان أعمل حالة مختلفة لدى الوعي الجمعي لدى المنصورة، هم دول اللي كانوا في ظهري، ومساعدة دكتور أحمد أنور العدلي اللي هو نائب المحافظ اللي هو ممثل الشباب، وده أنا بحسبها له فعلا. فأنا سعيد جدا النهارده احنا في عيد حقيقي لمحافظة الدقهلية، إن احنا بنجني ثمار جهد وتعب وعرق ومشقة ولكن هذا الجهد وهذا العرق كانت الثمرة بتاعته زي ما حضراتكم شفتوا، ومشارك فيها نقول ايه، مشارك فيها كتايب كتير قوي، وعلى رأسهم الدكتورة منى، وطبعا المساندة المستمرة من الدكتور أشرف وكل رجال قيادات وزارة الشباب والرياضة اللي كنا مجرد بس ما نتكلم كانوا على طول في ظهرنا وكانوا بيساعدونا. فأنا بالنيابة أو بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الجهاز التنفيذي لمحافظة الدقهلية وشعب الدقهلية بنشكرهم جميعا وبنقول لهم يا رب دايما سبب سعادة المصريين. وأنا لسه كنت بكلم الدكتور أشرف بقول له يا فندم أنت مسؤول عن الحالة المزاجية للمصريين كلهم، فربنا يعينك يا رب بإذن الله تبقى دايما يا أشرف مصدر سعادة وبهجة المصريين وبهجتنا جميعا، ويوفقك في كل خطواتك، لأن أنا مدرك تماما بحجم المسؤوليات ومدرك تماما بحجم المهام ومدرك تماما بحجم التحديات اللي سيادتك بتواجهها. من قلبي بهنيك ومن قلبي بدعي لك بالتوفيق. وطبعا احنا كلنا يعني بشبابنا المحترم الواعي اللي انا شايفه قدام عيوني ده، واللي دايما فخامة الرئيس بيراهن عليه، شباب مصر هو بيراهن عليه، وهو يعني زي ما نقول ايه، هو المتحيز دائما ليهم ودايما بيحطوهم في الصدارة. وليس أدل على ذلك من انه انا نمرة 2 عندي في المحافظة شاب من ضمن الشباب المحترم الواعي اللي زيكم بالظبط. اسمه احمد، انا بسميه احمد انور ابني، وانا بقول ده ابني، وهو فعلا مثل وقدوة. كلكم يبقى عندكم امل في بكره. مصر كلها حاطه املها عليكم، انتوا سبب سعادتنا، انتوا سبب تقدمنا، انتوا سبب مستقبل مصر المشرق. كل التحيه والتقدير ليكوا ولادنا وابنائنا وفيهم برضه في جزء منهم يمشي معايا حفيد، ما فيش مشاكل خالص يعني. عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور اشرف، اجمل شيء في الوجود واسعد حاجه انك تسعد الاخرين، وهذه السعاده انا بشوفها لما بنزل ومر في المنصوره وفي كل ربوع الدقهليه
والتقي بالشباب واقف معاهم واركب معاهم المواصلات واركب معاهم واقعد اتكلم معاهم ويساعدوني واساعدهم والاقي نظره جميله واللي عايز يتصور معايا. انا ببقى في منتهى السعاده، بحس ان انا فعلا بقيت حاجه كويسه، مش بيا انا، لا ده بيهم هم يعني. كل التقدير ليكم جميعا. اشرف بيه، انا سعيد جدا بوجودك النهارده، وامال الداهليه بتتطلع لمساعده سيادتك ودعمك الدائم ليها. بشكرك على هديتك لمحافظه الداهليه الدكتوره منى، وبنطلب منها الكثير وكل زمايلها. الساده اعضاء مجلس الشعب، وعندنا ناس محترمه جدا جدا جدا. انا بحس فعلا بان انا يعني في ظهري يعني بامانه ربنا قوه ودعم تقدر تخليني اتحرك لقدام. وجودكم دايما معانا بارواحكم طيبه، بمساعدتكم، مساندتكم، بايمانكم، بحرصكم على الحفاظ على بلدنا، وان احنا نبقى دايما في مراتب متقدمه. انا لسه مكرم شاب جميل واخد الميداليه الذهبيه في بطوله افريقيا، عبد اللطيف. عايز كده على طول، احنا عايزين كده على طول، عايزين مصر تبقى في السماء بولادها، ببطولاتها، ب 30,000 محمد صلاح، ب 30,000 عبد اللطيف، لان هو ده اللي بيفرض وجود مصر على الساحه الدوليه. شكرا جزيلا، مش عايز اطول عن كده، ولكن اخيرا برحب وبكرر ترحيبي بمعالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الاخ الغالي الصديق العزيز. شكرا جزيلا، ومين جميل كده علينا يا رب، كله افتتاحات يعني. احنا النهارده هنشتغل افتتاحات للصبح. شكرا. شكرا. تتسم الا بالنجاح. عالي سياده اللواء المحافظ الوزير سياده اللواء طارق. الجانب الاخر الحقيقه هو جدا في تفاصيل ملف محافظه الدقهليه الحقيقه في مشروعاتنا، في انجازها، اللي سيادته يعني اطلعني من خلال التاريخ والصور بمتحف المحافظه على قامات تاريخيه كبيره ساهمت في نهضه مصر في كل المجالات العلميه والطبيه والفنيه والرياضيه. ودايما للشباب المصري اصبح هناك يعني التاهيل والتعليم والتدريب والتمكين، وده بشوفه في كل محافظه بكون فيها يعني نواب المحافظين الحقيقه. ودي في الجمهوريه الجديده، ودي رساله للشباب يعني في وجود الدكتور احمد العدل نائب المحافظ، وهذه الروح الجميله من التبني والتمني من خلال يعني سياده المحافظ لاحمد، وهذا الكلام المهم جدا. فربنا يوفقك كممثل للشباب في المحافظه مع معالي الوزير الشاب، عشان بس ما يكبرش نفسه يعني نروح في حته ثانيه يعني. الحقيقه كمان قيادات التنفيذيه بالمحافظه دايما في زياراتنا المحافظه الحقيقه بنلاقي نموذج جيد جدا للعمل تحت القياده. كل الشكر والتقدير. زمايلي في وزاره الشباب والرياضه اللي كلهم موجودين النهارده بالقيادات بمحبه العمل، ومديريه الشباب والرياضه بالداهليه. الاصدقاء على مدار العمل يعني الفترات اللي فاتت، معالي النواب الداهليه، ودايما بشهد في تماسك دايما مع النواب هنا في الداهليه بالذات في مجلسي الشيوخ والنواب، والتواجد يعني هذا التوقيت سياده النائب طارق عبد الهادي، معالي الدكتوره النائبه ولاء عبد الفتاح زميله يعني العمل كاستاذه جامعيه، واللواء الدكتور الراجي عبد المعطي الحقيقه، وكل السياسيين الموجودين. الحقيقه انا بروح لكنز مصر اللي بقى موجود في الجمهوريه الجديده مع رساله فخامه الرئيس من 2014 للشباب المصري، ورساله اهتمامه الكبيره والكثيره، واللي عملت وزاره الشباب والرياضه من
يعني 2018 بشكل كبير وجاد لرؤية القيادة السياسية، وهي الاستماع والدعم والدفع والتكوين الحقيقة والمشاركة. ومن هنا جت رسالة قوة شباب مصر اللي بقت موجودة ممثلة في كل المحافظات، وخير دليل وممثل لها هذا التواجد الحقيقة الأغر الكبير لنماذج من القيادات الشبابية لتكوينات وزارة الشباب والرياضة، تكوينات وزارة الشباب والرياضة، تكوينات وزارة الشباب والرياضة، اللي الحقيقة نجحنا وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ودعم من القيادة السياسية في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يكون في الشباب محب ومجد وبقلبه موجود مع الوطن. ودي رسالة مهمة جدا جدا جدا. لما بدخل كل مكان وبسمع شعار النداء اللي بشبابها، الحقيقة يعني الواحد بيكون في غاية الفرح كده والطموح، ومهما كانت القيود او مهما كانت الضغوط شبابها اتحاد الكيانات الشبابيه بكل معطياتها، والتي ذكرت يعني من خلال الدكتوره منى. الحقيقه دي حاجه كبيره جدا ومهمه جدا، وحبهم لوجودهم بهذا الشكل، وجودهم مع بيت شباب مصر. وزاره الشباب هي بيت شباب مصر، واهتمام الزملاء معالي المحافظين الحقيقه ده شيء يعني انا شخصيا حابه جدا. وانتوا كمان كشباب عرفتوا ازاي تخبطوا على الباب وتفتحوا الباب وتكونوا موجودين. يعني في تحديات قد تكون ما كانتش موجوده بالشكل ده سابقا، قد تكون ما كانتش موجوده بالشكل ده سابقا. بقى كره ارضيه صغيره كده شايفينها عارفينها. في الاستحقاق الرئاسي السابق. الاستحقاق الرئاسي السابق تبدل الحال من ما سبق والشعار المأهول عزوف الشباب عن الحياة السياسية إلى الأولوية الأولى التي حدثت في هذا الاستحقاق كانت للشباب. وده حاجة رسالة ما ننساهاش ولا نتغافلها. احنا في فترة امتحانات والشباب حتى أولوية وموجود علشان يكون في هذا الحدث، في هذا الاستماع، في هذا العمل بجوار وكل مناحي الحياة والمجالات موجودة. ولما يديكوا صفة انتوا ظهروا في المحافظة مش قليلة، انا خدت المصطلح وما سبتهوش، يبقى في ثقة كبيرة جدا من قيادة المحافظة وعلى رأسها معالي الوزير معالي المحافظ، وبيقول الكلام ده. الحقيقة يمكن احنا المحافظ موجود 24 ساعة في كل مكان، والوزير والمسؤولين ورئيس الجمهورية كمان دايما مع اولاده، دولة رئيس الوزراء، لأن كلنا بنجتهد ل يعني مواجهة تحدياتنا وبناء. وبالتالي لو ما كانش الدولة المصرية بقيادتها السياسية بهذه الحكمة وهذه القوة، وجيشنا قواتنا المسلحة وأمننا الداخلي شرطتنا، ما كانش حد هيسيبنا، ما كناش هنقعد كده في مكاننا، ما كانش حد. شايفين يعني رسالتنا دايما اللي جنبنا والجوار شكله عامل ازاي، لكن كمان هو الشباب على يعني ومع كل قياداته. الشباب المصري موجود، الشباب المصري يؤازر، الشباب المصري هو اللي بيشتغل، هو بيفكر. يعني ده اللي احنا بنقوله. الشباب المصري كمان بقى مشمر ايده وبيخترق المجال اللي لازم يشتغل، بيبدع في عمله، بيطور اداؤه، ما بيقعدش ساكت. وهناك ميزه اخرى من 2014 انا بعتبرها كده، ان مفيش توظيف حكومي. ليه؟ لانه على اجيال بعيده جدا علم الشباب، جيلنا احنا واللي قبلنا، علم الشباب الكسل الذهني، عايز يحلم يخلص يا دوبك تعليمه، يخلص جيشه، يشوف الوظيفه الميري. وشفنا في الدراما وفي التلفزيونات يعني المسلسلات
الاوضه اللي فيها مصري رائد اعمال، الشباب المصري بيدرس اللي عايز يشتغل، بيروح كده يدور بيدرس اللي عايز يشتغل. وممكن تغير السيره الذاتيه بتاعتك. انا بتكلم بحفز كل واحد، ورسالتنا في وزاره الشباب والرياضه تغير السيره الذاتيه بتاعتك 20 مره، وتروح تشتغل هنا سنتين ثلاثه، وتروح هنا سنتين ثلاثه، وبعدين تعمل مشروع صغير. دي كلها محفزات الحقيقه كلنا بنعملها في الدوله المصريه كمسؤولين، سواء وزاره الشباب والرياضه بدورها او المحافظات او الاجهزه المختلفه. في عالم التحدي والحرب الحاليه هي الاقتصاد. التحدي والحرب الحاليه هي الاقتصاد. مرينا بكذا حاجه، مرينا بالحروب جيل الرابع والخامس، والانترنت الاشياء، والتدفق السريع للكوميونيكيشنز والتبديل، الى الحروب يعني الاخرى اللي بقت موجوده كمان دلوقتي، الدبابه ونزلت خلاص ما بقاش بس حروب رابع وخامس، ثم الحرب الاقتصاديه. الحرب الاقتصاديه الحقيقه مهمه صعبه جدا، وبالتالي كلنا مع بلدنا، كلنا خلف قيادتنا السياسيه. دكتور مكرم رضوان، طبعا كل التحيه والتقدير وجودك، يعني دايما بنحييك في عملك في كل مكان يعني مع سياده النواب. يعني معلش انا بهزر شويه، اكتر زبون عندنا في الوزاره على طول موجود. يعني ده احنا اللي نتشرف بالدكتور انت والعائله الكريمه كلها يعني. فانا يعني بشكر معالي الوزير مره ثانيه المحافظ الحقيقه، لان هو يعني ساعدنا في هذا الالتفاف، ساعدنا ان هو يعني يجمع الشباب، لان هي رسالتنا كده. الدوله المصريه الجمهوريه الجديده، ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ بنسمع كويس شباب، لو في مشاكل ما بينكم بتتحل، اسالوني انا محدش يزعل، بتتحل وهتتحل مهما كانت المشكله. لكن بنسمعكم كويس، بندي الفرصه كويس جدا، وبتعملوا اللي انتوا عايزينه في ظل حاله من المحبه وفي ظل حاله من الوطنيه. والحمد لله يمكن بكلم معالي الوزير سياده المحافظ المسؤولين، كل كيان عمل لنفسه شكل، حتى شايف طبعا الاخضر والازرق والابيض والفيستات دايما بقوا عددها كل ما اروح مكان، لان بقت في قوه كتيره. اللي بيحصل هنا دلوقتي ده في محافظه الدقهليه، لو رحنا الاقصر، لو رحنا اسوان، لو رحنا الشرقيه، بقى في هذه التكوينات بقت موجوده، وعمل بنسميه اوتوميتد سيستم، بقى سيستم ماشي لوحده كده لعمل الشباب المصري. وبقت وزاره الشباب والرياضه الحقيقه في حته ثانيه، زي ما معالي الوزير بيقول تكوينكم ووجودكم في الدقهليه بهذا الشكل، المحافظه كلها طبعا نفس الحكايه، في مصر كلها الشباب بقت حاجه ثانيه خلف قيادتها السياسيه، خلف رؤيه دولتها. ده هدفنا كلنا، هدفنا كلنا خلف قيادتنا السياسيه. واحنا كمان حاملي كلنا، ما خلاص بقى يعني كلكم ما شاء الله عليكم حاملي لواء التنوير، حاملي لواء الوعي، لان فاقد الشيء لا يعطيه، عالم الشيء يعطيه. شباب مصر كلهم دلوقتي الحمد لله عارفين قضايانا، وكل واحد في بيته، كل واحد في شارعه، كل واحد في عمارته، كل واحد في جامعته، في مدرسته، في مركز الشباب، في النادي، بتتكلم. ودي رسالتنا في التنميه البشريه. التنميه البشريه هي الشغل الشاغل للجمهوريه الجديده في هذا التوقيت، وتوجيه واهتمام من القياده السياسيه. التنميه البشريه. احنا مش دوله بتروليه، ما عندناش مخزون طاقه، لكن عندنا طاقه اكبر بكتير، هي الثروه البشريه. ومن الثروه البشريه الشباب المصري. انا بتباهى بيكم، واحنا كلنا بنتباهى بكل الشباب المصري. كل الشكر والتقدير. شكرا معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. في نهاية هذا اللقاء، لقاء وزير الشباب والرياضة بالقوى الشبابية بمحافظة الدقهلية، لا يسعني إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم، مع خالص تحياتي أحمد الجوهري.